الا كنتي يا اختي من الناس اللي كيسلقوا البيض في رمضان وما جربتيهش بهذه الطريقه هذه، راه فاتك الكثير. وصفه مشبعه صحيه اقتصاديه ودغيا دغيا كتوجد لانها غير بالبيض المسلوق. واول حاجه غنحتاجوها ان شاء الله هي الشوفان. عندي هنايا كاس ديال الشوفان ولا الخرطال. بالنسبه للشوفان يا احبائي فراه نبات والقيمه الغذائيه ديالو كبيره، كيحتوي على ماده الالياف اللي مفيده للجسم، اللي يمكن ياكلوه الناس اللي غيديروا الريجيم وكذلك الناس اللي باغين يكتسبوا الوزن، لانه كيساعد بزاف في تنميه العضلات. المهم علينا يا احبائي كاس ديال الشوفان اللي كنحمروه، وكذلك غنحتاجوا البيض. بالنسبه للبيض غني عن تعريف بروتين وفوائد اللي لا تحصى ولا تعد. البيض المسلوق ماشي المقلي. المهم البيض حتى تجيوه كيتحضروا به وصفه ديالكم عاد تغسلوه، ما تمسحوه ما تغسلوه، خليوه كما هو. البيض كنخليوه غير 15 دقيقه ومن بعد كنقشروه. ما تخليوش البيض ديالكم مده طويله حتى كيكحال ويتاكسد وكينشف. المهم لاحظوا معايا الصفار ديال البيض، يعني هو هذاك صفار ما مأكسد ما والو. المده ديال الطياب فهي مهمه. في خلاط كنضيف 3 ديال الحبات ديال البيض و3 ديال الملاعق كبيره ديال الكاكاو. استخدموا شي نوعيه تكون زوينه اللي فيها المذاق ماشي غير اللون. كاس ديال الحليب اللي هي 150 ملل، 3 ديال الملاعق ديال العسل. حاولوا كديروا شي نوعيه اللي غتحافظ لكم على القيمه الغذائيه ديال الوصفه، ولا كتحليو بالتمر هكا واحد 7 ديال الحبات ولا 10، وكنكهوا هكا بالفاني. وكنضيفوا باقي الكميه ديال البيض بالتدريج، وحنا كنطحنوه حتى كنحصلوا على واحد القوام اللي كيكون كريمي. بالنسبه للمقادير عطيتهم لكم مضبوطين. الحبات ديال البيض خصهم يكونوا كبار والقوام خصو يكون بحال هذا الشكل هدايا، باش التحليه ديالكم ما تجيش هكا جاريه ولا خفيفه. يعني القوام عنده دور كبير في الاول، ما تخليوش الخليط خفيف. هنا كنضيفوا الشوفان، شويه ديال الزبيب، وكذلك هكا واحد شويه ديال اللوز. مكسرات كيبقاو على حسب الذوق. انا اختاريت نضيف الجنجلان. بالنسبه للجنجلان يا احبائي كنغفلوا عليه وكنغفلوا على القيمه الغذائيه اللي فيه. حاولوا هكا تستخدموه واخا هكا غير في التزيين ديال الاشياء كي بحال الخبز، راه فيه بزاف ديال المنافع. التحليه ديالنا كندخلوها للثلاجه، كنحطوها في الجهه التحتانيه هكا غير 2 ديال السوايع وكنقدموها. بالنسبه للتحليه كتجي متماسكه وما كيجيش فيها المذاق ديال البيض بتاتا، كيجي فيها كي واحد النكهه ديال الشوكولا مع باقي المكونات كي اللوز والشوفان اللي محمر. بصراحه ننصحكم تحضروها في السحور. وصفه مشبعه غير هي كتكفي، لان البيض فيها بروتين والشوفان، يعني العناصر اللي غتحتاجوا كاملين في الصيام ديالكم، وغيخليكم كتحسوا بالطاقه ونشيطين طول النهار. كاينين في هذه الوصفه. الا حضرتوها تاكلوها بالصحه والراحه وعواشركم مبروكه.